السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من جديد في قناتي وقناتكم، قناة دودي وماسة. انتوا ما بتعملوش زلابية ليه يا جماعة؟ أحلى وأخف حلا أو حلوى ممكن تعمليها، وأسرع من كده مفيش، والنتيجة وهمية ومكوناتها موجودة عندك في دولاب مطبخك. شايفين شكلها عامل ازاي؟ أنا بحبها سخنة، وفي ناس بتحبها باردة. يا سلام بقى كمان لما بردت كانت أجمل وأجمل. وزينتها بالسكر البودرة، وليكي طبعا حرية الاختيار تزينيها زي ما انت عايزة، بعسل، بصوص شوكولاتة، بصوص كراميل، اعمليها زي ما تحبي. تعالي بقى اقولك انا عملتها ازاي. البولة الحلوة الواسعة بتاعتك، وهتنزلي فيها بكوبايتين اتنين من الدقيق. حاجة ولا اسهل من كده. وادي الكوباية التانية، وعلى كوبايتين الدقيق دول هنزل بمعلقتين مش مليانين من السكر، ما تبقاش المعالق مليانة، وعليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقتين اتنين من النشا. بس كده، بس كده، مش هنحط اي حاجة تاني. شفتي السهولة؟ حاجة رهيبة. وهخلط المكونات الجافة دي مع بعض كويس لحد ما تمتزج. طبعا مش عايزة افكركم ان الدقيق يكون منخول كويس عشان ما يكونش فيه تكتلات. هستمر في التقليب لحد ما المكونات الجافة تختلط كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين. بعد كده هبتدي انزل بمية دافية. انا مجهزه عندي حوالي كوبايتين ميه دافيه، هنزل بيهم تدريجي لان كل دقيق بيختلف، كل نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني. فهنزل تدريجي لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. هستمر في التقليب، هقلب كويس لحد ما اشوف انا هحتاج تاني ولا لا، واقلب بالراحه. هي كده القوام تقيل معايا، فهزود ميه تاني. اقلب كويس الاول وهزود ميه تاني، بس كده القوام تقيل قوي. نزلنا بشويه ميه كمان، وهستمر في التقليب زي ما انتوا شايفين لحد ما العجين يشرب المية تماما، واشوف القوام عايز مية تاني ولا لا. بس انا كده ما اعتقدش ان القوام هيحتاج مية تاني. ابتدت تكتلات الدقيق تختفي معايا زي ما انتوا شايفين، ابتدت العجينة تبقى بالشكل ده. وهنا بقى اهم خطوة، هفضل اضرب في العجين او اربها كده بالاسباتيولا زي ما انتوا شايفين فترة طويلة. وكل ما اضرب اكتر كل ما احس ان العجينة تقلت معايا. هرفع حبة بالاسباتيولا لفوق كده وانزلهم. لو نزلت العجينة معايا متصلة يبقى محتاجة تنضرب تاني. شايفين؟ ارب جامد كده كده، نازلة قطعة واحدة ما قطعتش، يبقى محتاجة ان انا اضرب تاني. ودي اهم خطوة لنجاح الزلابية. استمر في التقليب زي ما انتوا شايفين، اضرب بسرعة. شايفين القوام اصلا كمان بيتنفخ معايا ازاي وانا بضربها، وبحسه كمان بيتقل. يعني انا قعدت اضرب فيها حوالي 6 دقايق تقريبا. كده ابتدى يقطع معايا، يبقى هي دي النتيجة اللي انا عايزاها. اضرب ضربتين وبعدين اغطيها واسيبها تخمر، وتبقى كده ان شاء الله هتطلع ناجحة معايا. اساوي الاطراف واغطيها واسيبها بقى لحد ما تخمر، ساعتين على الاقل، تخمر براحتها خالص. تعالوا بقى نرجع نبص عليها كده. هي كده اترفعت معايا خالص وخمرت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هبتدي بقى بالاسباتيولا اقلب كويس عشان اطلع كل فراغات الهواء. بس قبل ما اقلب هحط الاسباتيولا في زيت عشان ما تلزقش في العجينه، لان العجينه دي عجينه سايله. المها من الجوانب كده وافضل اضربها لحد ما افضي كل الهواء اللي جه فيها بسبب الخميره، وترجع لحجمها الطبيعي قبل ما تخمر. بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها وبالراحه خالص. المره دي بقى مش هضرب جامد. شايفين اساسا هي كمان لما خمرت تقلت معايا ازاي؟ كوباية بقى، في كيس حفظ طعام، في كيس كريمة، عشان نظبط التشكيل بتاعها. وهنزل بالخليط بتاعي بالراحة خالص في الكوباية. انا عملت كيس حفظ طعام خالص عشان ايسر لك عليها طريقة التشكيل.
مش ضروري يكون عندك كيس كريمه عشان تشكلي. ده بيكون منظرها، وده بيكون شكل الكيس من تحت، كيس تلاجة عادي خالص. وهتبتدي تجيبي مقص وتقصي قطعة صغيرة خالص من طرف الكيس من تحت عشان تشكلي القطع كلها تطلع بمقاس واحد. شايفين انا شلت حتة قد ايه؟ حاجة صغيرة. والزيت بتاعك يكون على نار هادية خالص وما يكونش لسه سخن عشان الزلابية كلها تاخد سوا واحد. ما تجيش واحدة تتنفخ وتستوي معاكي والتانية تكوني لسه حطاها فواحدة تبقى مستوية والتانية محروقة. والمقص يكون فيه زيت، وابتدي بقى انزل اضغط ضغطة بسيطة على الكيس واقص الاجزاء اللي نازله بحيث انها كلها تطلع حجمها متساوي. عايزاها صغيره، عايزاها وسط، عايزاها كبيره، شكلي بقى زي ما انت بتحبي. انا عملت لهم طاستين، واحده وسط وواحده كبيره عشان ارضي كل الاذواق اللي موجوده عندي. يعني اسهل من كده مفيش. ابتدت اما الزيت ابتدى يسخن معايا ابتدت تتنفخ زي ما انتم شايفين، حجمها يتضاعف معايا. وهبتدي اقلب بقى بالراحه كده، تقليبه خفيفه لانها تبقى لسه طريه، بس علشان خاطر ما تاخدش ما تحمرش من جنب او جنب لا. وزي ما اتفقت معاكي انا ما بكونش معليه النار قوي عشان ما تبقاش مستويه مقرمشه من بره ومعجنه من جوه. كده اتحمرت معايا، خدت الشكل الذهبي الجميل زي ما انتم شايفين. ابتدي افصلها بره، وزي ما قلت لكم انا هعملها بالسكر البودره فانا ما نزلتهاش في عسل. لو هتعملي لها شربات بتاخديها من الزيت على الشربات على طول. هنا بقى هعملها كبيره شويه، الحجم الكبير شويه عشان خاطر عندي بيحب الصغير وعندي بيحب الكبير. وهنا الزيت سخن شويه فبتتنفخ بسرعه، تكون ايديكي خدت على الكيس فتبتدي تقطعيها بسرعه. وبنفس الطريقة برضو هقلبها. هي ما بتاخدش وقت على النار دقايق وبتبقى استوت يمكن كمان اقل من دقايق. يمكن كمان الكبيرة بتبقى اسهل شوية من تسويتها من الصغيرة، تقدري تتحكمي فيها اكتر. هتبتدي بقى بالراحة تلفيها كده في الزيت زي ما انتوا شايفين عشان تاخد اللون الذهبي من كل الجوانب وتستوي من كل الجوانب بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها. وبعدين بالمقصوصة تبتدي تقلبيها كده بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي لحد تمام السوا، لحد ما تستوي تماما. شايفين شكلها بعد ما استوت عامل ايه؟ شكلها رهيب رهيب رهيب. كده خرجتها وهي سخنة على طول ابتدي انزل عليها بالسكر البودرة، ما استناش لما تبرد. اوزع السكر البودرة عليها بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وبألف هنا وشفا، واثقة انها هتعجبكم وواثقة ان انتوا هتدعولي. حاجة كده وهم على فكرة واقفين جنبي عايزين ياكلوها وانا اصبروا لما اصور مش صابرين. بيكون ده الشكل النهائي بتاعها. بتقدميها بنفس الطريقة دي، ما بتزوديش اي حاجة عليها. شايفين عمالين يسرقوها اهو. اخلص تصوير مش صابرين ان حد انا اخلص تصوير. اتمنى تكون وصفتي النهارده عجبتكم واتمنى تكونوا استفدتوا بيها، وانا متاكده انها ان شاء الله هتعجبكم. بس يا حبايبي ولو عجبتكم ما تنسوش تضغطوا على لايك وتشتركوا في القناه بتاعتي. كانت معاكم غدا من سمير من قناه مطبخ دودي وماسة، ولحد الفيديو الجاي اسيبكم في رعايه ربنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.